جايز ما كانش فعلا هيترشح، لكنه استجاب لنداء إلهام ومصطفى بكري في حملة كمل جميلك. وجايز كمان كان هيعالجنا بالكفتة، بس خاف علينا من البروتين عشان أمراض النقرس وتسممات اللحوم. جايز لو كان بنالك المليون وحدة سكنية، المقاول غش في الحديد والأسمنت والبيوت وقعت عليك، وانت عارف أسمنت مصر مش زي بتاع بلاد بره. وجايز برضو لو كان عمل لك شبكة الطرق اللي هتربط مصر وتخليها كده، كنت قفلت العدادات ورحت فيها وخلصنا منك ورحت في 60 سلامة. ده خايف عليك يا مغفل، السيسي خايف عليك. طب مش ممكن لو كان غناك ورفع مرتبك كنت انحرفت، شربت سجاير ويمكن اشتريت شوكولاتة؟ بعدين الفقر مش عيب، وهم الفقراء اللي يخشوا الجنة الأول. هو فضلك على نفسه، ثم انت ازاي متضايق من علاقته بالصهاينة؟ ما هو الراجل صلح غلطته وهو بيحاكم الشباب وبيتهمه بالخيانة والعمالة. حقيقي ما يصحش كده يعني. انتوا كده حقيقي يعني زودتوها. الراجل سهران ليل ونهار، لم الشباب، عبى السجون، من ساعة ما مسك فتح 22 سجن. عاوزين ايه تاني؟ حقيقي ما يصحش كده. وزعلان ان اثيوبيا هتقطع عننا المية، وفيها ايه يعني؟ ما المية المعدنية من غير المحلات دي حتى معقمة ونظيفة بدل مية الصرف الصحي اللي بتشربوها. صحيح احنا سمعنا عن شعوب بتعبد البقر، بس مش عارف التاريخ هيكتب عنكم ايه.